هو ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ حتتين اتنين في القرآن يخلي اللي عنده عقل ودم ينام ويتغطى. مراته بتضايقني. حلوة يا ابن ده شيخ. حلوة ده شيخ. امنعوا الاشكال الوحشة دي يا جماعة. انا بقى مشكلتي مع الشيخ مبروك ان انا نسيت اجيب له الوردة الحمراء بس. السلام عليكم، يا اهلا بحضراتكم. بعد ما نصلي على النبي ونوحد الله، في حلقة النهاردة هنعرض لحضراتكم جميع الفيديوهات اللي شفناها في اول الحلقة، ولكن الفيديوهات دي هتكون كاملة بالصوت والصورة داخل الحلقة، واللي هي الخلاف اللي ما بين المستشار مرتضى منصور اللي ما بينه وما بين الشيخ مبروك عطية، وخصوصا ان في فيديو من ضمن الفيديوهات اللي هنعرضها لحضراتكم للمستشار مرتضى منصور وهو بيشتم الشيخ مبروك عطية بأشد الشتائم، حرفيا هانه بشكل كبير جدا، لدرجة ان الشيخ مبروك عطية رفع عليه قضية، والقضية دي اتحكم فيها يوم السبت اللي فات. علشان كده كملوا معانا الحلقة للنهاية علشان نفهم كل التفاصيل دي، ومن خلال الفيديوهات اللي هنعرضها لحضراتكم بداخل الحلقة. ولكن فضلا من حضراتكم يا ريت تدعموا الفيديو باللايك، لان اللايك بيعلي من قيمة الفيديو. ودلوقتي تعالوا بينا نشوف الحكاية ابتدت منين بالظبط. هو ايه القرف ده؟ ايه القرف ده يا زملكاويه؟ الزمالك الشبكه مقفوله، مش هيجيب ولا جول. ليه؟ عشان الاحتلال عامل، عباس عامل، وسيد عبد الحفيظ الارهابي عامل. باتش اليوم اللي يلحق يجيب ساحر اقوى من الثاني هو اللي بيكسب. الثاني بقول بالاسم اهو، جايب ولد غالي ممنوع. نادي الزمالك الكوره عنده تخش جول، قفل مقفول وقران بالمقلوب، والزمالك هو الجون ديب. اتعالى خلاص سيد عماد. ايه القرف ده يا زملكاويه؟ هو في يا جماعه؟ هو الانس والجن كل ماتش 10 تجوان هو الجول؟ لا مش هتخش. حل العقده دي ايه يا ريس؟ عند ربنا. هو مش في القران الكريم ان السحر بيفرق بين الراجل ومراته؟ خلاص. لكن انا ورا الولاد مش زعلان منهم، لانه انا هزعل منه ليه؟ انا زعلان من الجن ابن الوسخ، واللي مش عاجبه اللي انا بقوله في السحر والشعوذه يروح يشرب كل. رغم ان الفيديو ده قديم للمستشار مرتضى منصور وهو بيتكلم على السحر اللي معمول لنادي الزمالك علشان كده بيخسر، ده على حسب التصريح اللي قاله المستشار مرتضى منصور، ولكن ده كان بداية الخلاف مع الشيخ مبروك عطية، لان بعد الفيديو ده مباشرة الشيخ مبروك عطية طلع وبدأ ان هو يرد على المستشار مرتضى منصور زي ما حضراتكم هتسمعوا دلوقتي، وبعدها على طول نشوف المستشار مرتضى منصور رد عليه وقال ايه. ما هو تعليقك على إيمان بعض الأندية المصرية بوجود سحر وأعمال تسببت في خسارة مباريات وبطولات؟ إيه رأيك؟ بداية وبكل هدوء، بس لو حضرتك سألتني هل يوجد سحر في الملاعب، هقول لك طبعا في سحر في الملاعب قائم على حاجتين. دايما قبل السحر بيبقى فيه عمل، فالعمل اللي بيتعمل هو التدريب، والسحر اللي بيتنفذ يوم المباراة هو المهارة واللياقة البدنية، وباختصار شديد جدا الفروسية بتاعة اللاعبين مع أخلاقهم مع كل حاجة. لكن السحر بمعناه اللي جه في التقرير وبخور وسواد وترب وعلو وسفلي، فكل ده لا أساس له. حتتين اتنين في القرآن يخلي اللي عنده عقل ودم ينام ويتغطى. الحتة الأولى اللي هي في زمن سليمان عليه السلام، قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وفي موسى على اختلاف المواضع قال ربنا إيه؟ ولا يفلح الساحر حيث أتى. نيفر ما يوصلش النتيجة، ولا يربط رجل، ولا يسد جون، ولا الحبشتكى راح واشتكى. ولا يفلح الساحر حيث أتى. يا أخي ربنا يقول لا يفلح الساحر حيث أتى، وأنا أقوله لا يعمل، يرجتف، يشيل، يعمل. ده إيه عقل إيه ده؟ قلب إيه ده؟ هنا على الرغم من ان الشيخ مبروك عطية ما ذكرش اسم المستشار مرتضى منصور بشكل كامل وبشكل واضح،
رغم ان كلامه بيدل على انه بيتكلم على المستشار مرتضى منصور، علشان يجي بعد الفيديو ده مباشرة المستشار مرتضى منصور يطلع ويرد عليه رد قاسي جدا. هنشوف الفيديو ده وهنشوف المستشار مرتضى منصور رد عليه وقال ايه، وبعدها على طول نشوف القضية اللي رفعها الشيخ مبروك عطية على المستشار مرتضى منصور واتحكم فيها يوم السبت اللي فات طلعت بايه وكانت ايه النتيجة. هنشوف بعد الفيديو ده مباشرة. راجل اسمه تاني عطية ايه؟ عطية ايه المجنون ده؟ مبروك عطية. لا ده مش شيخ. اقول لك ليه مش شيخ؟ ثانية واحدة. الو حضرتك مين؟ انا ليلى. مشكلتك ايه يا ليلى يا حبيبتي؟ تقدري تديني بوس على الهوا يا ليلى؟ انا راجل مراهق وابن. انا مشكلتي جوزي ليه اخ مراته بتضايقني. حلوه يا ابن ده شيخ. حلوه المرأة حلوه يعني تتبس. ده شيخ. امنعوا الاشكال الوحشه دي يا جماعه، امنعوها يا جماعه. مصر دي بلد الازهر، والمصيبه ان دول اصلا خارجين جامعه الازهر. حضرتك ما تعلقش، سيبني انا مع اولاد الولاد دول. بصراحة رد المستشار مرتضى منصور عليه كان رد قاسي جدا، لدرجة ان بعد الفيديو ده مباشرة الشيخ مبروك عطية رفع عليه قضية، وهنا القضية حكمت لصالح الشيخ مبروك عطية ان المستشار مرتضى منصور يدفع غرامة 15,000 جنيه. ولكن المستشار مرتضى منصور قدم استئناف، والاستئناف ده يوم السبت اللي فات اترفض. علشان كده الموضوع بدأ يرجع تاني ترند وبدأت الناس تتكلم عليه مرة تانية. ولكن من فترة كده لما المستشار مرتضى منصور لقى ان الحكاية فيها قواضي بدأ بالفعل انه يسجل فيديو هنشوفه دلوقتي مع بعض وهو بيعتذر للشيخ مبروك عطية. تعالوا بينا نشوف الفيديو ده مع بعض ونرجع نفهم تفاصيل اكتر. الشيخ مبروك زعلان مني جدا، وانا بحبه عشان كده قلدته يعني، وزعلان وولاده يعني ازاي. انا بقى مشكلتي مع الشيخ مبروك ان انا نسيت اجيب له الورده الحمراء بس. مبروك عطيه. لا ده مش شيخ. انا ليلى. مشكلتك ايه يا ليلى يا حبيبتي؟ تقدري تديني بوس على الهوا يا ليلى؟ انا راجل مراهق وابن. جوزي ليه اخ مراته بتضايقني. حلوه يا ابن ده شيخ. يعني انا بقول لك ما تزعلش، طبعا انا بحبك جدا، بس وجع بطنك وعامله ايه، والبنت حلوه قوي يعني. انت راجل يعني شيخ كبير يعني، اديني صالحتك اهو على الهوا. رغم ان المستشار مرتضى منصور قدم الاعتذار، ولكن الشيخ مبروك عطية فضل مصر على رأيه وفضل مكمل في الإجراءات القانونية لحد ما بالفعل كسب القضية. ولكن لو جينا بصينا على الموضوع من الأول خالص هنلاقي ان الغلط من الاول كان جاي من عند الشيخ مبروك عطية لما طلع مع المذيع وبدأ بالفعل ان هو يتكلم على المستشار مرتضى منصور، حتى لو ما ذكرش اسمه، ولكن الكلام اللي هو بيقوله كلام واضح جدا وصريح ان هو بيتكلم على المستشار مرتضى منصور. وهنا يجي المستشار مرتضى منصور ويرد عليه الرد القاسي اللي حضراتكم شفتوه في الفيديو. طبعا الرد اللي رده المستشار مرتضى منصور الرد بتاعه ما ينفعش اصلا انه يرد عليه بالطريقة دي، يعني ده مش مبرر انه يطلع يرد على الشيخ مبروك عطية بالطريقة دي، لانه بصراحة كان رده قاسي جدا. ولكن احنا هنا بنبص على سبب المشكلة كانت ايه. سبب المشكلة في الاول خالص كانت من عند الشيخ مبروك عطية، واللي كان المفروض ان هو كان يخليه في نفسه ما يغلطش في حد علشان ما حدش يغلط فيه، خصوصا ان المستشار مرتضى منصور لما حد بيجي في سكته زي ما حضراتكم شفتوا كده بيرد عليه بنفس النهج وبنفس الاسلوب اللي شفناه في الفيديو. يا ريت لو وصلتوا لحد هنا واستفدتوا باي حاجة يا ريت تدعموا الفيديو باللايك الجميل، ويا ريت لو تشتركوا في القناة، والاهم من كل ده صلوا على النبي.